بالله عليكم الفيديو ده بالذات شيروه، لان الفيديو ده بالذات مهم جدا. تفكير غريب قوي وسط الناس انا مستغرباه. لما حد يكون بيعمل حاجه يا عيني مع نفسه، او حاجه في بيته، او بيداري على حاجه في شغله، او مثلا بيقبض مرتب ومش عايز يقول بيقبض كام، او مثلا بيعمل مشروع ومش عايز حد ان هو يعرف دلوقتي غير لما ربنا يكرمه، او مثلا حد مثلا جايب اكل مش لازم ان الناس كلها تبقى عارفه انا جايب ايه، بيقولوا عليه خبيث. خبيث ليه؟ ايه وجه الخبث؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. خبيث دي لو انا عملت خير او حاجه خير ليك وانا خبيتها كده، يبقى ده بني ادم خبيث. لو اللي هو بني ادم شايف ان انا مثلا او اي حد بيعمل حاجه والحاجه دي هتضره وخبى عليه، ده بني ادم خبيث. انما بني ادم عايش حياته مع نفسه، بيعمل اي حاجه مع نفسه، عامل اسره، بيداري على بيته، بيداري على اسرته، ما هو مش ملزم ان هو ينشر كل حاجه ويقول كل حاجه للناس. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هو ده كلامي؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فان ذا النعمه محسود، ده بقيه الحديث. انا عايزه اعرف فين وجه الخبث بقى. الخبث افيدك وما فدتكش، حاجه هتضرك وانا ما منعتهاش عنك، ده خبث. انما انا حياتي قافل عليها ومش مطلوب مني ان انا انشر كل حاجه في حياتي، فين الخبث هنا؟ فين الخبث؟ اسلوب غريب جدا. وتقال لي النهارده ده البني ادم ده خبيث، اصل هو ده كان بيجيب مش عارف ايه وما قاليش. لا اله الا الله. بيجيب وما قالكش، هو ضرك؟ هو اخد حاجه من جيبك مثلا؟ لا. طالما ما ضرش يبقى ما بيعملش حاجه حرام. طالما انا ما ضرتكش يبقى انا ما بعملش حاجه حرام، وطالما ما عملتش حاجه حرام يبقى انا ما بعملش حاجه غلط. الحرام هو اللي غلط. طالما البني ادم ماشي صح وبما يرضي الله وما اذكش، يبقى كده البني ادم ده ما بيعملكش حاجه حرام. وزي ما قلت لكم واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ارجو نشر الفيديو لان الفيديو ده مهم.